ورجعت لكم معاكم بصي اللي اجمل واحلى الاكلات والحلويات. والنهارده هنعمل احلى طواجن ام علي بالجمال ده. دي على فكره معموله بالقشطه والباقي معمول بالكريم جانتيه، حاجه كده ملهاش حل بجد. هتاكليها هتنبهري وانتي بتاكليها. وقبل ما نبدا ونعرف بتتعمل ازاي وبالسهوله بتاعتها، هنشترك في القناه ونفعل الجرس علشان يجيلنا كل ما هو جديد مع بوسي لاجمل واحلى الاكلات والحلويات. ويلا بينا بقى نشوف المكونات مع بعض كده عباره عن ايه. وعشان هي بسيطه قوي، اولا انا ممكن اجيب الملفيه الجاهز دوت، وده اسهل طريقه ممكن تعملي بيها زي ما انا قلت هنعمله. بص بيجي جاهز بالمنظر ده. او لو عندك الكرواسون او الباتيه دوت ممكن نجيبه ونشتغل بيه. مش عايزه بقى حاجه، شويه زبيب المتوفر عندك شويه جوز هند برده المتوفر عندك جوز هند. لو باقي عندك اي شويه مكسرات سوداني على بندق على لوز على اي حاجه برده ممكن نعملها بالزبيب وجوز الهند. بس عندي حوالي لتر لبن، وعندي هنا حوالي 4 معالق قشطه، والقشطه ديت قشطه طبيعيه، وعندي كوبايه سكر. ويلا بينا بقى على طول نشوف اول خطوه. اول حاجه عندي انا هقطع الملفيه بتاعي دوت حتت صغيره خالص اهو، ما فيهوش اي حاجه. اقطعه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنعمل هنا الاول، انا قلت لكم هعمل طواجن، فانا بس بجهز هنا عشان ابقى وهو متقطع كده احط في الطاجن. مش هعرف اقطع في الطاجن لان انا جايبه طواجن صغيره على قد الفرد على طول. على فكره ده حوالي نص كيلو ملفيه، مش غالي. في ناس بقى معلش تقول لك اعمله بالرقاق الناشف ولا الرقاق الطري، في ناس تقول لك اعمله الكلام ده ما ينفعش. بحته الجلاش ما ينفعش. الملفيه هو اساس ام علي، او ممكن زي ما قلت لكم بالباتيه. غير كده مفيش. في حاجه تانية برضو هجيبها لكم المره الجايه واوريها لكم، بس برضو ابعدوا عن يعني الجلاش والرقاق والكلام ده، او نوع من الحلويات هاكله بس مش هيبقى ام علي. ما تسميهاش ام علي، يعني ام علي عمرها ما تبقى بقطع الجلاش ولا بالرقاق ابدا. يعني ام علي ملفيه. بص الملفيه عامل ازاي، بقلاوه كده، حاجه زي البقلاوه، فلازم تبقى كده تمام اهو. زي ما احنا شايفين كده انا قطعته اهي حتت صغيره خالص اهو، بس كده زي ما احنا شايفين اهوت. يلا بينا بقى على النار نشوف الخطوه الجايه على طول كده. زي ما احنا شايفين كده انا ولعت البوتاجاز وهحط الجوز الهندي دي، هديها بس تشويحه كده. بص هشوحها تشويحه بحيث انها ما تبانش في الطعم معايا. لونها بس يصفر خفيف، وهنزل باللبن. لازم احط اللبن على الملفيه وهو بيغلي. زي ما احنا شايفين اللون هيبدا يصفر معايا. بصوا هيبدا يصفر معايا على خفيف. طبعا انا بدي تشويحه بس يعني مش بحمر كده. تمام. هنزل باللبن. بصوا اللبن مليان حتت قشطه على فكره. اللبن كله قشطه، يعني انا جايباه وغلياه وحطاه في الثلاجه علشان لما بسيبه بيعمل قشطه معايا زي ما احنا شايفين كده. وهنزل في السكر. انا هحط كوبايه سكر معايا، والسكر عمليه اختياريه زي ما تحبي. ممكن تكتري او ممكن تقللي زي ما تحبي. هنزل كمان بمعلقتين، معلقه قشطه كبيره كده. بصوا ادي معلقه، ادي معلقه كمان، والباقي ده ممكن احط منه على الوش. انا بس بقلب عشان السكر يدوب خالص، لان انا مش حاطه سكر بودره وسكر حبيبات عادي خالص. هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا ديت عشان نبدا نجهز فيها الكلام بتاعنا. شويه من الملفيه بتاعي ده اهو احطه، هخليه مش مليان على الاخر، يعني التلت بالظبط، علشان انا عايزه ملفيه اللبن هو اللي ظاهر فيه. انا طبعا البوتاجاز واخده بالي منه عشان اللبن ما يفرش معايا زي ما احنا شايفين. لاحظوا ان انا بصوا ما بحطش كتير قوي. انا مش عايزه اكله يبقى ناشف، انا عايزاه كده مهلبيه، يعني انا باكله كده احس بالطعم اللبن اللي فيه. انا بحبه كده. في ناس بيحبوه على فكره جامد، اعمليه لو حباه كده اعمليه، بس انا بحبه كده. على فكره انا طفيت على اللبن اهو، بس هو كده حلو قوي، ما كترش اكتر من كده اهو. احط بقى شويه زبيب. بص انا بعشق الزبيب فيه، بحب الزبيب جواه يبقى طعمه باين. انا بحب ام علي بالزبيب. في ناس مش بيحبوا الزبيب خالص، مش مشكله. بصوا عمليه بقى اللي هتحطيه في النص والكلام ده كله اللي انت عايزاه. حابه تحطي سوداني حطي، عندك مكسرات حطي، كل واحد تبع المتوفر عنده هنحط ايه المتوفر عنده، مش مشكله خالص اهو. كده زي ما احنا شايفين الزبيب اهو في النص. بصوا اهو زي ما احنا شايفين الزبيب. طب انا عندي شويه مكسرات هنا برضو اهو، برضو حطي عندك، حطي برضو. اللي ما عندوش يا جماعه والله ما في اي مشكله.
يعني احنا اللي بيحط مكسرات يحط، اللي ما يحطش ما يحطش، المتوفر يتحط. ده والله بواقي كانت عندي، كنت عامله حلويات واتبقى شويه، دول طبعا ما رميتهمش وشلتهم ينفعوا في اي حاجه زي ما احنا شايفين كده. ادي اللبن بتاعي هبدا ان انا احط عليه، وبعدين نشوف الخطوه اللي بعد كده. طبعا زي ما احنا شايفين اللبن سخن. بصوا القشطه، هو قشطه والله، اللبن تحس ان هو قشطه يعني. نحط بقى اللبن كده على كله، كل واحد يعني 2 كده. اعملي حسابك ان الملفيه هينفش، يعني مش هيبقى هينفش، هيزيد يعني، فاديله لبن. بتحبي ناشف اعمليه، قللي زي ما تحبي. عايزه تحطي ملفيه زياده حطي، يعني اللي انت عايزاه، دي حريه شخصيه. في ناس بتحب الملفيه كتير قوي، بتحبه ناشف، في ناس بتحبه طري، زي ما تحبي. انا بحب اللبن فيه كده هو اللي ظاهر. كده تمام زي ما احنا شايفين. بصوا زي ما قلت لكم هو بينفش ازاي، بصوا. فعشان كده بقول لكم حط اللبن وسيبيه شويه. ولسه باقي معايا برده، ممكن احط في اي طاجن تاني عندي. وزي ما احنا شايفين ده كمان كان باقي معايا عملته، بس اسيبه بقى. ويلا نجهز الكريمه اللي هنحطها على الوش. في كام حاجه ممكن نعملها. ممكن نحط قشطه على الوش على طول ونولع عليها الشوايه. ممكن نعمل كريم جانتيه ونولع عليها الشوايه، اللي انت عايزاه. انا جايبه هنا كوبايه واحده كريم جانتيه اهي، هعملها واحطها على الوش، هتدي طعم تحفه طبعا، هتبقى زي القشطه بالظبط. نجيب بقى ميه ساقعه ويلا بينا بقى. انا عندي هنا كوبايه كريم جانتيه اهي ده خام. هنحط معاها برضو الاول نص كوبايه ميه. بصوا ميه ساقعه متلجه يعني، بصوا تلج اهي، تلج. او لبن مثلج المتوفر عندك. لو عايز انك لبن حطي، بس انا شايفه ان احنا حاطين لبن كتير، كفايه قوي كده. ويلا بقى نضربه كده بالراحه علشان نشوف هيعمل معايا قد ايه. طبعا الاول كده عشان ما يتكترش معايا. وزي ما احنا شايفين كده بصوا الكريمه بقت عامله ازاي. بصوا يعني ممكن اخففها كمان لو حابه بشويه ميه خففي، مش عايزه هي كده كمان قوي قوي قوي. هخليها تقيله بالمنظر ده، وهبدا ان انا احط على الوش. هبدا احط على الوش عندي كده اهو. طبعا بصوا هي بقت يعني، بصوا هي عامله ازاي. عايزه تزودي لبن تاني زودي، عايزه تقللي يعني اللبن. هي كده معقوله، بصوا طريه وجميله وزي القشطه. هنبدا بقى اللي احنا ممكن نعمل بالمعلقه على طول كده اهي على كل واحده كريم جانتيه بالشكل ده. او ممكن تعملي لو عندك على طول بالكيس. ممكن اوريكم برده، هوريكم واحده كده واوريكم بالكيس هنعمله بالكيس ازاي. طبعا بالكيس هيبقى اسهل عشان هيدخلها من جوه. افردها اظبطها كده اهي الاسبانيولا بتاعتي باي حاجه يعني، بصوا بحيث انها تبقى متساويه اهي، مش محتاجه اي حاجه. تمام اهو هيبقى بالشكل ده. لو عايزه تحطي في كيس حطي في الكيس، مش عايزه هو كده تمام. اكمل برده، ممكن احط دي. بصوا اهو برده. عايزه اقول لكم بقى الكريم جانتيه ده هيخليه حكايه يعني، هتقولي بره ولا جوه. الحاجه اللي احنا نعملها في البيت دي والله مليها حل، حلوه قوي قوي. مش عايزه اقول لكم انتوا الطاجن بس ممكن بتشتريه بكام. زي ما احنا شايفين ادي الشكل اللي انا عملته اهوت، حلو قوي. على فكره عايزه اقول لكم عندي هنا قشطه، ممكن برضو اجرب بالقشطه لوحدها هتبقى تحفه. ان انا احط قطعه قشطه كده اهو. انا بقى بعشقها بالقشطه بصراحه، وافردها برضو كده. بقول لكم بالقشطه دي بقى لازم ده انا اللي هاكله يعني. انا هوريهولكم لما انا اللي هاكله يعني لوحدي ده. بصوا القشطه عليه بقى، بصوا ملهاش حل. زي ما انتم شايفين ده بالقشطه بس. تخيلي بقى اللي انت عاملاه بالقشطه بس هيبقى طعمه عامل ازاي. طبعا لو هتشتريه من بره عمره ما هيبقى بالقشطه بس. وعلى فكره انا عايزه اقول حاجه، الفخار ده جايلي هديه من صاحبتي في الشغل زوزو، وقالت لي والله ما رضيت تخليني اجيبه. يعني انا داخله اجيبه، هي اللي صممت ان هي تجيبه لي. الحجم ده كان ناقص عندي وانا جيت اشتري وانا راجعه من الشغل. في السيده زينب صممت والله ان هي اللي تجيبه لي، بس قالت لي بقولي بقى ان انا اللي جايباه. فانا بقول لها ربنا يخليكي ليا ومتشكره دايما يا رب يا رب يا رب. ولازم طبعا تدوقي الكلام ده. وكده زي ما انتم شايفين انا خلصت كل الطواجن اللي قدامي وكملت كده. اخر خطوه هعملها بقى ان انا هرش على الوش كده شويه سكر بودره قبل ما اولع عليها الفرن على طول.
يلا بينا بقى كده شويه سكر بودره كده على طول. بصوا شويه صغيرين كده على طول. طبعا ده هيفرق في اللون من فوق، يخلي اللون حلو قوي. وعلى فكره هنا عاملاها بالقشطه اللي ليا، حاطه جواها كده زبيبايه. يا رب لما تطلع الزبيبه ما تدخلش جوه فما اعرفش اللي انا هاكلها ديت هتبقى ايه. ويلا بقى انا هجيب صينيه كده عشان احط عليها الطواجن بتاعتي، عشان هدخلها تحت الشوايه ديت اللي بالقشطه. بص انا حاطه جواها الزبيبايه عشان محدش ياكلها مني. وعندي بندقيه هنا احطها عشان ابقى عارفاها هي مين فيهم، لان لما يطلع كله تقريبا يعني هيبقى شكل بعض، فمش عايزه اتخمي يعني. انا عايزه كل اللي بالقشطه بصراحه، بحبها بالقشطه. وكده بقى هحط كله بالمنظر ده واحطها تحت الشوايه، والفرن يبقى سخن. يعني انا احطها تحت الشوايه، وخليكي اوعي عينك تغفل ثانيه، خليكي باصه كده لغايه اما تاخدي اللون الجميل اللي انت عايزاه. وكده بقى زي ما احنا شايفين طلعتها من الفرن بالشكل الرائع اللي قدامي ده. بصوا الجمال عامل ازاي. بصوا احلى ام علي ممكن تاكلوها، واحلى طاجن ممكن. بصوا عامله ازاي. انا عايزه اوريكم هي دايبه 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 ازاي. بصوا الجمال. اقسم بالله ما لها حل، حلوه بشكل. بصوا ولا بقى متجمده ولا اللبن ولا، والله تحفه. ويلا بينا على طول كلنا نجربها، والله جميله. ومكسرات باينه كده ملهاش حل. ودي اللي بالكريم جانتيه. وبعد ما اخلص معاكم بقى هدوق اللي بالقشطه دي اللي انا عاملاها لنفسي، وميزاها بالبندقيه ديت عشان اكلها، بس بجد بجد خطيره. ويلا بينا بقى على طول كلنا نجربها ونشترك في القناه ونفعل الجرس عشان يجيلنا كل ما هو جديد مع بوسي كوين لاجمل واحلى الاكلات والحلويات. وباي باي.